السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. إخواني شخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم خوكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. ما تنسوش إخواني تضغطوا على زر إعجاب باش الفيديو يطلع ويحقق نتائج إيجابية بشعار عاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين. نمر إلى أبرز العناوين. المغرب يحصد اليابس والأخضر في جوائز الكاف 2023 بدون عنوان. والله القسم أنا كنراجع في الخبر إلى تبورشت. الزكي ينفجر في وجه موتسيبي بسبب ظلمه لياسين بونو. الطعراجي يواصل حماقته ويتقدم بطلب مثير للسخرية بشأن مواطنه رياض محرز. وصفها المغاربة بقلة الحياء. وزيرة تصافح شقيقة جلالة الملك خارج أعراف الاحترام الذي يكنه المغاربة للأسرة الملكية. استياء مغربي من مهزلة حفل الكاف بعد استبعاد بونو وأشرف حكيمي من 5 كرة ذهبية للمغرب لجبر خاطر الجزائر. مرض غريب يصيب أغنام السرد بالمغرب. وضع خطير جدا، بايدن يهدد الجزائر بسبب الصحراء المغربية ويحذرها من هذا الشيء الخطير. مع كامل احترامي، خبر قد لا يفهمه البعض. الأمم المتحدة تصفع الجزائر باعتماد قرار لحل نزاع الصحراء المغربية، نهاية قضية الصحراء المغربية. وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تستقبل السفير المغربي يوسف العمراني لهذا السبب. بعد الهزائم المتتالية والقوية للمغرب، زعيم البوليساريو يهدد موريتانيا. قطر توجه صفعة قوية للجزائر والبوليساريو من قلب مدينة السمارة. وطائرة قطرية تخترق الأجواء الجزائرية والكابرنات يطبقون الصمت. تبون يسقط في فضيحة مدوية وصلت العالمية بسبب محاولة منافسته المملكة المغربية في صناعة السيارات بالفيديو. خبر في شبعة ديال الضحك. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. هيمن المغرب على أغلب جوائز الكاف، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف مساء أمس الاثنين بقصر المؤتمرات بمراكش. وهكذا توج المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب على الصعيد القاري في فئة الذكور لسنة 2023. ونال أسود الأطلس الذين بلغوا نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 هذه الجائزة متقدمين على منتخبي غامبيا والسنغال. كما فاز الدولية المغربية ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لسنة 2023. وتقدم بونو على كل من حارسي المرمى أندري أونانا الكاميرونية ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزية، ومحمد الشناوي المصرية ولاعب الأهلية المصرية القاهرية. وحاز الناخب الوطني المغربية وليد الركراكي بجائزة أفضل مدرب إفريقي للذكور لسنة 2023، حيث تفوق وليد الركراكي على كل من المدربين عبد الحق بن شيخة الجزائر وسيمبا التنزانية والمدرب السنغالي آليو سيسي. إلى جانب ذلك فازت المغربية نسرين الشادة لاعبة فريق ليل الفرنسي بجائزة أفضل لاعبة إفريقية صاعدة برسم سنة 2023. كما فازت المغربية فاطمة تاغناوت لاعبة فريق الجيش الملكي لكرة القدم بجائزة أفضل لاعبة إفريقية على صعيد الأندية لسنة 2023. افتتح الاتحاد الافريقي لكرة القدم حفل الجوائز المنظم بمدينة مراكش
بتسليم بين مزدوجتين مولبيكالا بجائزة التآزر، وذلك بعد عرض شريط يوثق لتآزر المجتمع المغربي ملكا وشعبا مع المتضررين من زلزال الحوزة. ويعد مولبيكالا وهو رجل خمسيني حذر من مدينة تيزنيت أحد أشهر الوجوه المغربية التي طبعت الحملة التضامنية الواسعة بين المغاربة لإغاثة ضحايا الزلزال. وكان مولبيكالا قد ظهر في مقطع فيديو وهو يتقدم صوب قافلة تضامنية مرتديا فوقي وممتطيا دراجة هوائية ترجل منها ليقدم للمشرفين على القافلة كيس دقيقة دعما منه لساكنة منطقة الحوزة. ويأتي هذا التكريم بعد 3 أشهر من التكريم الذي خصصه مجلس جهة مراكش آسفي للرجل الخمسيني، حيث تم تسليمه مبلغا ماليا كمكافأة من مجلس الجهة على إنسانيته وتضامنه مع المتضررين في الزلزال. وصف الحارس السابق للمنتخب الوطني المغربي والمدرب الحالي لمنتخب النيجر غياب ياسين بونو عن اللائحة النهائية للكرة الذهبية الإفريقية بالظلم الكبير بالنظر إلى الإنجازات التي حققها الموسم الماضي. الحارس بونو سواء مع فريقه السابق إشبيليا أو أسود الأطلس في كأس العالم 2022 بقطر، متسائلا عن دواعي مثلا وجود محمد صلاح في اللائحة. وقال الزكي بادو الذي حل ضيفا على برنامج مارس أتاكا براديو مارس: إقصاء بونو من الكرة الذهبية ظلم كبير. بالنسبة إلي أرى أن عطاءه وأداءه في السنتين الأخيرتين يشفع له بأن يتوج بهذه الجائزة بعينين مغمضتين. ثم أن الذين جرى ترشيحهم على غرار محمد صلاح أتساءل، وهذا ليس تنقيصا من قيمته الكروية، ماذا قدم سواء مع فريقه أو المنتخب؟ بالنسبة إلى بونو فهو حاصل على المرتبة الرابعة عالميا مع المنتخب، وساهم بشكل بارز وكبير في الوصول إلى هذا المركز. ثم مع فريقه إشبيليا ساهم في تتويج إشبيليا بكأس الأوروبا ليغا. لهذا كله كنا ننتظر أن يفوز بونو بالكرة الذهبية، فإذا بنا نتفاجأ بوجود أسماء لم تقدم الشيء الكثير مثل محمد صلاح. تجدر الإشارة إلى أن الكرة الذهبية الإفريقية قد فاز بها لاعب المنتخب النيجيري ونادي نابولي الإيطالي أوسيمين. خرج بوقا الكابرنة الإعلامي الجزائري حفيظ طعراج بتدوينة مثيرة للشفقة قبل ساعات من حفل جوائز الكاف 2023 بمراكش يوم أمس. وقال الدراجي في محاولة التشويش على حفل مراكش: الليلة سنعلن جماهير الكرة في العالم عبر حساباتها ووسائط التواصل الاجتماعي عن تتويج رياض محرز كأفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2023. وتبع الإعلامي المثير للجدل: محرز في حد ذاته جائزة لا يحتاج إلى تتويج زائف دون مصداقية من طرف الهيئة القارية. أما من سيعلن عن فوزه الليلة فستلاحقه لعنة لاعب فنان تعرض إلى سرقة القرن مع سبق الإصرار والترصد رفقة نادي اتحاد الجزائر المتوج بكأس الكاف وكأس السوبر، لكن وجد نفسه خارج السباق لأنه فريق جزائري. وختم تدوينته البائسة: يرجى نشر هذه الصورة في كل الحسابات على 9:09 بتوقيت مكة المكرمة. المثير للاستغراب أن فخر الدك كما يطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لكونه لم يشارك في أبرز المباريات مع مانشستر سيتي السنة الماضية لم يتم اختياره حتى ضمن قائمة 30 لاعبا مرشحا للفوز بالكرة الذهبية العالمية. ورغم ذلك يقوم إعلام الجارة بحملة عشواء لصالحها الهدف منها التشويش على حفل الكاف على اعتبار أنه منظم بالمغرب، وأن أغلب المرشحين للجوائز الفردية والجماعية عن جدية واستحقاق يمثلون الكرة الوطنية. كما وصفها المغاربة بقلة الحياء. وزيرة تصافح شقيقة جلالة الملك خارج أعراف الاحترام الذي يكونه المغاربة للأسرة الملكية الشريفة، حيث وفي سابقة خطيرة من نوعها ظهرت ليلى بن عنية الوزيرة في حكومة عزيز أخنوشة والغير المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،
وهي تتجرأ على مصافحة الأميرة لاله حسناء متطاولة على عرف المغاربة تجاه أشقاء عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وتطاولت الوزيرة المتهورة والتي لا تمتلك أي تكوين لا في مجال الوزارة والتي أغرقتها بمكاتب الدراسات وأنها لا تقرر في الجواب على غلاء أسعار المحروقات إلا باللجوء إلى رئيس حكومتها عزيز أخنوش للتشاور بغرفة المشورة الحكومية. وتمادت بن علي على الأميرة وعملت على التطاول على العرف والبروتوكول المبنية على الاحترام وليس الند للند من خلال وضع يدها على يد الأميرة دون أي خجل أمام الصورة وعدسات كاميرات التي تغطي حدث قمة المناخ كوب 28 بالإمارات العربية المتحدة، الذي يبدو أن هذه الوزيرة التي استوزرت في آخر لحظة باسم الأصالة والمعاصرة لا تفقه شيئا في عرف المغاربة تجاه الأسرة الملكية ولا تملك حتى كاريزما أن تكون وزير شأنها شأن عدد كبير من وزراء آخر لحظة. الطريقة الفجة التي حاولت الوزيرة أن تظهر في مصافحة الأميرة لاله حسناء يظهر ضعف تكوين الوزراء الذين استخدمهم أخنوش والأحزاب في آخر لحظة. والقطاع التي تدبره هذه الوزيرة بات بين مطرقة وسندان، وكالة التواصل التي تحلب الملايير من الوزارة التي لا تغني ولا تسمن جوع المغاربة الذي أهلكتهم فاتورة الطاقة بكل تلاوينها. وانتشرت صورة الوزيرة المتهورة كالنار في الهشيمة على صفحات التواصل الاجتماعي، فيما أجمع المغاربة على ضرورة توقيف الوزيرة عند حدها، وأن العرف والبيع بين العرش والشعب لا يمكن لأي متهور أو متهور أن يتجاوزه. يبدو أن رائحة السياسة فاحت وبكل قوة جنبات قاعة وكواليس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال عملية اختيار أفضل رياضي للعام 2023 بعد استبعاد اختيار ألمع النجوم المغاربة من الظفر بألقابهم المستحق، وذلك لجبر خاطر وخواطر الجزائر التي أوعزت لأصواتها المزعجة مؤخرا من أجل الضغط على هذا الاتحاد القاري الضعيف ودفعه لعدم منح الجوائز للرياضيين المغاربة رغم تحقيق أفضل إنجاز في تاريخ القارة الإفريقية بعد بلوغ أسود الأطلس دور نصف نهائي كأس العالم بمونديال قطر 2022. ومما أثار فضيحة مهزلة حفل رياضي السنة ذلك التناقض الصارخ والفاضح الذي تجلى في اختيار بونو أفضل حارس في القار قبل أن يتم تعييبه عن قائمة فريق السنة، حيث حل محله الحارس الكاميروني أندري أونان. فلذلك أتساءل كيف لحارس فاز بأحسن حارس في القارة أن يغيب عن التشكيلة المثالية للقارة؟ ومع ذلك وبينما انتظر المراقبون أن يتم تعويض غياب بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بالدولي أشرف حكيم الذي تم ترشيحه للجائزة ذاتها، تفاجأ الكل بالمناداة على اسم آخر لم يحقق أي إنجاز للقارة سواء على المستوى الشخصي في مناسبات أبطال أوروبا أو في منتخب بلاده. الأمر هنا يتعلق باللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين، فباستثناء وليد الركراكي الذي تم اختياره أفضل مدرب إفريقي للعام 2023 إضافة إلى أسماء رياضية أخرى، فإن أبرز الألقاب الإفريقية الذي يتجلى في الكرة الذهبية لم يمنح لأحد صناع ملحمة مونديال قطر لأسباب سياسية واضحة لا تحتاج معها إلى مزيد من شرح أو إقناع، ولعل بوادر ذلك تجلت قبيل الحفل الإفريقي بأيام قليلة، وذلك عندما خرج الدولي الجزائري رياض محرز الذي بعثر أوراق الكاف بعد مطالبته بمنحه لقب أفضل رياضي السنة، وأن إنجازاتها تفوق إنجازات المغربي ياسين بونو، قبل أن يتم استبعادهما معا من الكافة باللاعب المغربي أشرف حكيم والمصري محمد صلاح ليعود مجددا الجزائرية ويصب جم غضبه ونقده إلى الاتحاد الإفريقي ليجد الأخير مرغما على احترام المغربي البديل أشرف حكيم ومنح اللقب إلى اسم ثالث بعيد عن المغرب والجزائر وحتى شمال إفريقيا.
ومهما يكن من أمر فإنه يمكن القول بأن ما حدث يؤشر إلى أن الاتحاد الإفريقي جهاز ضعيف لا يتمتع بقدر كاف من الاستقلالية وتحمل الضغوط السياسية هنا وهناك. فإن تم حرمان المغرب من خامس كرة ذهبية بعد فراس والتيمومي والزاكي وحاجي، فإن كرة بونو الذهبية يظل شاهد التاريخ عليها رغم ضعف الكاف وعناد ساسة الخصوم. أصيبت سلالة الأغنام السرد في المغرب بمرض غريب يتسبب في ظهور أورام على مستوى الوجه والكتف، مما يشكل خطرا على القطيع وصحة المستهلك المغربي. ووفقا لصحيفة المساء فإن الكساب دقوا ناقوس الخطر حول تفشي هذا المرض منذ أكثر من عام، محذرين من خطورته. ويظهر المرض على شكل أورام بيضاء أو حمراء على مستوى الوجه والكتف، وقد يتسبب في موت الحيوان في بعض الحالات. وطالب الكساب الوزارة المعنية بالتدخل السريع لتشخيص المرض ووضع علاج لها من أجل الحد من انتشاره. يشكل هذا المرض تهديدا خطيرا على قطاع الأغنام في المغرب، حيث تعد سلالة السرد من أشهر السلالات في البلاد، ويجب على السلطات المعنية التحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على هذا المرض. حذر مساعد وزير الخارجية جوشوا هاريس من التصعيد العسكري في الصحراء المغربية بالتزامن مع الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. المسؤول الأمريكي ومن القلب الجزائر التي يزورها قبل الحلول في المملكة المغربية قال في لقاء صحفي إنه من الضروري تفادي أي تصعيد عسكري في الصحراء، لا سيما في ظل ما تعرفه المنطقة حاليا من ضغوطات جراء الحرب في غزة. تعليق المسؤول الأمريكي السامي يأتي بعد انفجارات مدينة السمر وتوعد المغرب بالرد في التوقيت المناسب. المسؤول الأمريكي اعتبر في المقابل بأن مقترح الحكم الذاتي جدي وواقعي، وبأن موقف الولايات المتحدة معروف للجميع وحتى للحكومة الجزائرية، ويهدف لإيجاد حل نهائي ودائم في إطار الأمم المتحدة. جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدها على دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وإقبال خيار الاستفتاء بشكل نهائي الذي تروج له الجزائر وصنيعتها البوليساريو، لتعتمد بذلك القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي. ودعا القرار مجموع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصية من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ العام 2007، ليدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن 19 المعتمدة منذ 2007 بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء المغربي. وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفيما بينه من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف. كما لم يتضمن هذا القرار وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة وكذلك مجلس الأمن الدولي. ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار أيضا بتعهد الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو متلائم للحوار في ضوء الجهود المبذولة والمستجدات التي طرأت منذ سنة 2006، مؤكدا بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007. وتجدر الأشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل من سنة 2007.
كما أن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 و2703 أشارت إلى الجزائر على غرار المغرب 5 مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي. من جانب آخر، رحبت قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمنا الجنوبية، والدور الذي تطلع بها لجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من العيون والدخل، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتجديد أيضا طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات دوفة، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية. كما أن قرار الجمعية العامة لا يشير بأي حال من الأحوال إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها جبهة صندلسان أنها قائمة في الصحراء المغربية. وهكذا وبعد مجلس الأمن تدحض الجمعية العامة بدورها أكاذيب وافتراءات الجزائر والبوليساريو بشأن الوضع في الصحراء المغربية الأبية، والذي يتسم بالهدوء والاستقرار والتنمية في كافة المجالات. استقبلت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا نالدين باندورا السفير المغربي يوسف العمراني لتوديعه بعد انتهاء مهامه بالعاصمة الجنوب أفريقية بريتوريا للالتحاق بالولايات المتحدة الأمريكية كسفير للمملكة المغربية. وأوردت وزارة الخارجية الجنوب أفريقية على صفحتها الرسمية بموقع إكس أن وزير العلاقات الدولية نالدين باندورا التقت زيارة مجاملة ودعاية مع سفير المغرب بجنوب أفريقيا سعادة يوسف العمراني. وكان الملك محمد السادس قد عين في أكتوبر الماضي يوسف العمراني سفيرا للمغرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلفا للأميرة لالا جمال العلوي. حذر زعيم جبهة الصنادلية إبراهيم رخيص بن بطوشة من مخاطر أي توتر في المنطقة، مضيفا أن موريتانيا ستعاني بالدرجة الأولى. جاء ذلك في تصريح له خلال لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية الموريتانية القليلة التي حضرت مؤتمر جبهة الصنادلية الأخيرة، وأشار إلى أن جبهة الصنادلية مضطرة لمراجعة طريقة تعاملها مع الأمم المتحدة. وأكد إبراهيم رخيص بن بطوشة على ضرورة أن تلعب موريتانيا دورا من أجل تفادي أي توتر في المنطقة في تهديد خطير وصريح إلى الجارة موريتانيا. قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الأميري القطري باختراق الأجواء الجزائرية قادمة من مطار المحبس بالصحراء المغربية. هذا المطار الذي قالت جبهة البوليساريو أنها قد قصفته قبل بضعة أيام. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطائرة الأميرية القطرية وهي تقلع من مطار مدينة السمارة وتمر فوق أجواء الجزائر في تكتم كامل من قبل النظام الجزائري. ودخل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خط اختراق الطائرة الأميرية للأجواء الجزائرية انطلاقا من مطار السمار بالقول مؤامرة قطرية مخزنية للتجسس على المفاعلات النووية والأقمار الصناعية الجزائرية والصواريخ العابرة للقارات والعدس واللوبيا والطوابير. ودخل الإعلامي الجزائري وليد كبير على الخط حيث قال في منشور على منصته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الأميرية القطرية تمر حاليا فوق سماء الجزائر وقد انطلقت من مطار المحبس العسكري بالصحراء المغربية، مطار المحبس التي قالت البوليساريو أنها استهدفته من قبل. حتى لا يوهمكم بتلك البلاغات العسكرية المضحكة التي ينشرونها، تصدر الإشارة إلى أن المهمة المنوطة بهذه الطائرة العسكرية القطرية غير معروفة حتى الآن، إلا أن هناك من يعتقد أنها طائرة شحن.
سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومنذ سنوات أن وعد الشعب الجزائري باستخدام مصنع للفيات، وبما أن الشعب الجزائري ما زال يصدق علي بابا تبون وال40 حرام، نقلت قناة النهار الجزائرية فيديو من داخل مصنع فيات بالجزائر العاصمة. والمضحك المبكي أن المصنع توجد بها سيارات 3 فقط في فضيحة مدوية وصلت للعالمية. المصنع الذي سماه تبون بالعالمية، وقام وزير الصناعة الجزائري بتسميته بالمصنع الضخم العملاق. ليطرح السؤال: ما الفرق بين هذا المصنع ومصنع نفخ العجلات الذي حكم من أجله أويحيى، والذي سبق لأويحيى أن خرج بتصريح أثناء المحاكمة بأن الهدف من المصنع هو منافسة المملكة المغربية في صناعة السيارات؟ مصنع، وأتحفظ عن هذه التسمية، يوجد به ثاقب آلي واحد ومفك براغي و3 سيارات و15 عامل، خسرت عليه الجزائر مليارات الدولارات من جيوب الشعب الجزائري فقط لمنافسة المملكة المغربية، هذه الأخيرة التي وصلت إلى مصاف الدول العظمى وأضحت تنافس كبرى البلدان في هذا المجال مثل الصين والهند. مصنع الجزائر هذا والذي ترم من خلاله الجزائر وتبون منافسة المملكة المغربية في مجال صناعة وتركيب السيارات، استخدمت 3 سيارات جاهزة من إيطاليا، وقاموا بمحاولة تركيب، أكرر محاولة فقط، محاولة تركيب أبواب السيارات 3. مصنع لم يصل بعد حتى فئة ورشة لتركيب السيارات داخل المملكة المغربية. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى على أنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، إلى حلقة مساء أو غد إن شاء الله.